السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة بالبطاطس المهروسة غير الطريقة بقى اللي احنا متعودين عليها دي طريقة سهلة شوية كده ومختلفة. تنفع مثلا فطار، تنفع عشاء، تنفع وجبة سريعة كده مثلا للأطفال، ممكن عادي في المدرسة أو الحضانة، لأن هي وجبة سهلة. اول حاجه طبعا انت بتجيبي البطاطسايه وتسلقيها، وتبقي سلقاها كويس جدا علشان تبقى طريه معاكي. وبعد كده بتجيبي توم مفروم وفلفل الوان، وبيبقى معاكي معلقتين خل، وبيبقى معانا بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون. هنا انا جبت طاسة على النار وحطيت شوحت التومة زي ما انتوا شايفين كده بالفلفل الالوان، وحطيت كمان عليهم نقطة الخل بعد ما التومة اخدت لون كده، وبقت لونها ذهبي وجميل. فضلت اقلبها. طبعا انا مكنتش قادرة اقول لكم كمية الريحة كانت جميلة جدا. هنا هو بعد ما اخدت شوية لون كده وبقت شكلها حلو التومة، وطبعا الفلفل استوى. حطيت البطاطساية، هي طبعا مسلوقة، وهوت انا بحاول اهرسها وادخل كل المكونات بقى في بعضها علشان تبقى طعمها حلو زي ما انتوا شايفين كده. في ناس هتقولي التوم تقيل، لا هو انا شوحته وبعدين انا قلت معلقة صغيرة. هنا مش حاطة معلقة كبيرة بحيث توجع المعدة او كده، لا بالعكس، هو الطريقة دي سهلة جدا وكمان مش هتتعب معدتنا او اي حاجة. هنا حطيت التوابل بتاعتي بقى اللي هي الملح والفلفل كمون، والتوابل اللي تحبيها. لو برضو حد حابب يحط مثلا قرن شطة او شطة عادية عادي، برضو ليكي الحرية، مفيش اي مشكلة. انا محطتش الشطة طبعا عشان لو في اطفال هتاكل فغلط الشطة على الاطفال وكده. هنا اهو انا خلاص كده خلصت، بقلبها بس تقليبة كده وبعد كده بطفي عليها. بعدين بجيب بقى خضرة، نسيت اقولها في الاول، الخضرة دي بتجيبها بتحطيها في الاخر خالص، ما بتحطيش الخضرة الا لما نطفي على البطاطس. بعد كده بنحط الخضرة اللي هو يعني للتزيين وبتديها طعم كده حلو. اهي حطيتها اهو. كنت انا مفرزه الخضره عندي يعني فاستخدمتها عادي. انا بقطع الخضره واحطها عندي في الفريزر، ولما بحتاج منها بطلع على الاستخدام على طول اهو. وبعدين بنقلب. دي طريقة سهلة وبسيطة كده في عمل البطاطس، وبرضه طريقة جديدة علشان يعني الاطفال ما تزهقش، واحنا كمان برضه ما نزهقش من الاكل اللي احنا متعودين عليه. يا رب تكونوا يعني طريقة سهلة كده وخفيفة، وتكونوا استفدتوا مني في موضوع البطاطس اللي بالطشة بقى. دمتم سالمين وبألف خير يا رب، وألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.